معنا اليوم واحد الفيلم ديال الرعب اللي دار واحد الضجه كبيره في هاد الايام. وهذا الفيلم كيتكلم على الجن والعفاريت والسحر الاسود، الشعوذه والطلاميس والطقوس الممنوعه والمختلطه. هذا الفيلم كشف على اسرار جداد اللي كاينين في عالم السحر. تم التصنيف ديالو على انه اخطر فيلم على الاطلاق والممنوع على المسلمين باش ما يتفرجوش فيه في المنازل ديالهم، بالاخص الا كانوا عندهم الدراري الصغار، لان دوك التعاود والطقوس اللي كداروا فيه حقيقيه تقدر تدمر لك حياتك وحياه عائلتك. كاينين شي ناس غادي يقول لك ما يمكنش تسحر بفيديو ولا فيلم. هذا الفيلم فيه واحد التعويذه اللي الاسم ديالها ما بغيتش نذكره، وهاد التعويذه هذه هي اخطر تعويذه على وجه الكره الارضيه اللي كاينه في السحر الاسود. وان فوك تقول هاد التعويذه هذه، الجن والعفاريت اللي قرابين لك كيتجمعوا عندك ويقدروا ياديوك الا ما قلتيش ديك التعويذه بالطريقه الصحيحه. حقاش 12 مشعوذ في العالم اللي يقدر يدير هاد التعويذه بالشكل الصحيح. الغريب في الامر ان هاد التعويذه متكونه من 33 من اسماء الله الحسنى، ولكن بالمعكوسه، الكتابه ديالها كتكون معكوسه الشيء. ومن بين هاد 12 مشعوذ في العالم كاين واحد الاسم ديالو السيد حسين الفلكي، وهذا المشعوذ مصري وكان شارك في واحد المسلسل اللي الاسم ديالو عادل ينتقم. ومن بين هاد المشعوذ الاخرين كاين واحد اخر خبيث لدرجه دمر بزاف ديال العائلات بالاسم ديال السيد حسين الفلكي، حقاش كانوا ممثلين بجوجهم في هذا المسلسل. والمخرج بغى يدير هذا المسلسل على شكل حقيقي ودوك التعويذات يكونوا حقيقيين. ومني كانوا كيصوروا في هذا الفيلم او هذا المسلسل، واحد المشعوذ منهم قال التعويذه بالطريقه الصحيحه وحتى شي واحد ما رد ليه البال لا من المتفرجين. تعرض الفيلم في السينما والجمهور كان جالس كيتفرج، ومني وصلت اللقطه ديال التعويذه كاع الناس اللي كانوا كيتفرجوا شدات فيهم هاد التعويذه وهي تشعل العافيه بواحد السهوله اللي حتى شي واحد ما عرف السبب ديالها. واكدوا بان كل شخص كان في ديك السينما كيتفرج تصاب بالمس الشيطاني. كيقولوا التاريخ كيتعاود، داكشي علاش نفس الاحداث غادي توقع بسبب هذا الفيلم هذا. والكلمه ديال سجين او سجين فهي مأخوذه من القران، الاصل ديالها من كتاب القراني، من صوره كاينه في القران، وكيعني المكان اللي كيمشيو ليه الكفار من بعد الموت ديالهم. وكيقولوا بان هاد السجين هي جات في الارض السابعه تحت الارض. والقصه ديال الفيلم كيقولوا بان واحد البنت كانت كتبغي ولد عمها، ولكن هو مزوج وعنده ولاده وكيبغي مراته وعايشين حياه زوجيه زوينه وفي السعاده. ولكن هاد البنت كانت باغا تفرق بيناتهم. هنا فين بقات ليها طريقه واحده اللي تفرق بيناتهم بها، وهي السحر الاسود والشعوذه. هادشي هو اللي خليها تمشي عند واحد الساحر اللي كيتصنف من اخطر المشعوذين. مشات عنده وطلبت منه باش يفرق بيناتهم. هنا الساحر وافق، ولكن طلب منها واحد المتطلبات غادي تلقاوها في الفيلم اللي ما كنصحش بالمشاهده ديالو وما يمكنش ليا نذكرها في الفيديو هنايا. مني جابت لي المتطلبات ديالو بدا في الخدمه ديالو. الصدمه الحقيقيه هنا اللعنه ديال السحر شدات فيهم كاملين، ماشي غير في ولد عمته او لا مرته او لا ولادو، شدات فيهم كاملين. ومن هنايا غادي تبدا الاحداث الحقيقيه المرعبه. ولكن غادي نقول لك واحد النصيحه، مهما كنتي كبير او لا ما كتخافش وما كيأثروش فيك الافلام ديال الرعب، هذا الفيلم ما كنصحش بالمشاهده ديالو، ومستحيل ما يأثرش فيك وما يخليكش تخاف وتحس بالرعب. الفيلم غادي ينتهي بالموت ديال ولد العم والزوجه والابنه ديالو وحتى الساحر وحتى اللي سحرات ليه. كاين النسخ من هذا الفيلم، الشركه والانتاج تركيا، ودوك التعاويذ ودوك الطقوس كامل اللي في الفيلم حقيقيه. اما الفيلم مقتبس من قصه حقيقيه. للمره الثالثه ما كنصحش بالمشاهده ديالو. كان هذا مجرد ملخص للفيلم وعلى ايش كيدوي. نتلاقاو في فيديو جديد كل نهار مع الساعه 9.